طبعا خلاص ده ما بقاش اول خد كاست ليك، لا خالص بقى خدتين كاست. ده الثاني. اتكلمنا على الاهلي والزمالك والسوبر ومذبحه سوبر الاسطوره منسي. عايزين بقى نتكلم عن التوب 5 ليجز. ماشي. يعني بعد ما التوقف الدولي خلص بقى عايزين نشوف احنا شايفين الدوريات الخمسه لحد دلوقتي عاملين ازاي والدنيا فيهم عامله ازاي. نبدا باهم دوري على طول. اهم دوري دوري الفلاحين. ماشي. يعني علشان ايه الكلام كتير ما بيكونش فيه يعني بيتلخص على طول. ماشي. شايف الدوري الفرنسي عامل ازاي؟ انت متابعه؟ لا خالص خالص. انا عايز اقول لك ناصر الخليفي نفسه مش متابعه اصلا. يعني انا عايز افاجئك اصل دلوقتي انا لازم اتكلم فيه لان في حدث. ايه بقى الحدث؟ ايوه ان باريس مش متصدره يا راجل. ماشي. دي ما بتحصل. موناكو متصدره دوري الفلاحين الفرنسي. موناكو عندها مين ممكن تكون متصدره على باريس يعني؟ ده سؤال صعب. ما تعرفش اصلا. لا ما اعرفش. ما حدش مهتم. بس موناكو متصدره فده في حد ذاته حدث. بس انا يعني انا لو بس كله عيش الوهم في اخر الدوري. باريس هتاخد دوري. بس انا عايز اقول لك على حاجه. فعلا باريس لو هنتكلم على حاجه واحده مضيئه وايجابيه في باريس باركولا. طبعا باركولا فظيع طبعا. على فكره باريس بعد ما مشي عندها كيليان امبابي عوض. لا هو كمان الفرقه كانت الاول معتمده على نجم واحد بس، نجم الاوحد وهو اللي لازم يجيب كل حاجه وبقى هو بياخد كل الامتيازات. والحاجه امبابي يعني الله يمسيها الحاجه فايزه العماري كانت شنطه ناصر الخليفي خالص. بالظبط. فلما مشيت اترفع عليهم الضغط المادي، يبقى في سقف فواتب، بقى في الدنيا حلوه، بقى عندهم شكل كمان. انريكي عامل شكل معاهم حلو قوي يعني. لا بس باركولا عجبني كل ماتش جول اسيست جولين ثلاثه هاتريك. لا باركولا حلو جدا يعني انا مش عارف ممكن نبدله يعني. انا كمدريدي ممكن ابدله اصل مبابي لسه مش شغال. عايزين تاخدوا العالم كله، عايزين تاخدوا الكوكب كله. طيب من هنا نخش على الدوري الاسباني. ماشي نخش على الدوري الاسباني يعني. ماشي. مين المركز الاول؟ برشلونه هتاخد دوري السنه دي. برشلونه طيب ايه يعني المركز الاول عندنا برشلونه، الثاني ريال مدريد، بعد كده اتلتيكو مدريد، والرابع فياريال. مش مهم الرابع، مش مهم الثالث، خلينا في برشلونه وريال مدريد. انت شايف مين اللي ياخد الدوري؟ بص برشلونه تاخد الدوري كده بس برشلونه بتعاني من مشاكل كبيره قوي. حاسك بتستهزأ بينا كمدريديه. وهانز فليك عامل مع برشلونه نقله نوعيه. ده صح. ده صح. هو عامل معاهم شغل عالي قوي. بس مش هانز فليك برضه. بص يا مساتر اقول لك حاجه. هانز فليك الراجل ده اتحول طريقه لعبه كلها معتمده على الضغط العالي والشراسه في الضغط ولعب المباشر. برضه اللعيبه ما هو بقى معاه لعيبه كويسين جدا يعني. انت من سنتين كان برشلونه مش قد كده، ما كانش عندها لعيبه. ما كان عندهم رافينيا هو من سنتين ميت وكان خلاص هيبيعوه. ماشي بس دلوقتي بس كان بيلعبوا وينج يمين، دلوقتي بيلعبوا مش وينج يمين، بيلعبوا اشبه بمركز 10 بقى. الوينج يمين عندك يمين يامال، عندك داني اولمو، عندك فانت عندك ليفاندوفسكي، فانت عندك شويه لعيبه بس خد بالك عندهم اصابات كتير، ورغم كده قادر يعوض ده وقادر يمنع الاصابات دي. هي هو عنده في نص الملعب كام لعيب. هو عنده بس مشكله برشلونه متمحوره في قلوب الدفاع. فاهم قصدي؟ يعني كوبارسي والواد كوبارسي حلو. كوبارسي حلو. اراخو طبعا انت عارف ميت الله يرحمه. فالموضوع عندهم في نص في الدفاع مش احسن. كوندي بيلعبوا باك يمين. ما عندوش باك يمين كويس. فاهم؟ الدنيا عندهم في نص الملعب برضو قلب نص الملعب لو عندهم كل اللعيبه جاهزه هيبقى فريق موت جدا. ديونج فارق معاهم جدا في نص الملعب. ديونج وبدري وجافي ودول بكلمك في 3 اساسيين. سيبك ده غير بقى الاحتياطي. وداني اولمو انا مش عارف مين الاساسي ومين داني اولمو. هو الراجل ماشي بيغزل برجل حمار حرفيا يعني. بس لو اللعيبه كلهم جاهزين عنده برشلونه هتبقى مع هانز فليك. عايز اقول لك ان برشلونه تقيله قوي 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 قوي. بس هم عندهم مشكله ان هم اغلب اللعيبه عندهم صغيرين في السن ومش ما عندهمش خبره كافيه. هم خارجين من اللمسيه بس كلهم ما عندهمش خبره يعني واحد طفل زي مين يامال ده اللي كان عنده 16 سنه واخد يورو، عايز خبره اكتر من كده. شوف كان بيلعبوا ساسونا من كام ماتش لما خسروا 4-2 ما كانش بيلعب مين يامال. نزل جاب جول. هو ايه الجول اللي جابه ده؟ خد الكره ايه يا ابني ده؟ ما بقول لك ده انت عايز خبره ايه؟ ما لو عنده خبره هيعمل ايه؟ ده لو عنده خبره هيعمل ايه؟ طب انا كمدريدي قول لي بالنسبه لك انت من وجهه نظرك. انا كده عارف بس من وجهه نظرك ايه مشكله ريال مدريد الموسم ده؟ مشكله ريال مدريد الاساسيه كارلو انشيلوتي الاول. طب ما هو نفس كارلو انشيلوتي اللي كان بيلعب موسم اللي فات. لا انا هقول لك. كارلو انشيلوتي في السنين اللي فاتت كان معتمد اكتر، وبالذات السنه اللي فاتت مع خوسوليو ده كان معتمد ان هو اللعيب اللي معاه بره على الدكه بينزل يعني بيحرك الفرقه شويه، اللي هو بينزل يستلم من تحت يحرك الوينجات، يبقى اللعب كله متمحور على رودريجو وعلى فينيسيوس جونيور. دلوقتي يجي عندك نجم كبير زي مبابي ومش من عندك لعيب في نص الملعب مركز 6 احسن مركز 6 في العالم هو توني كروس. هي دي بقى المشكله. ايوه ما دي انت مشكله. انت لو سالني مشكله فين؟ ايوه في توني كروس. ما هو مش فكره توني كروس برضو. ما لا فكره توني كروس. انا هقول لك انت من اول ماتش اتلانتا السوبر الاوروبي وكل ماتشات ريال مدريد لحد دلوقتي سواء في دوري الابطال او في الدوري انت ايه المشكله اللي عندك؟
ما عندكش نص ملعب، ما عندكش نص ملعب، مش عارف تخرج بالكوره. بس انت عندك تشاوميني المفروض ان ده لعيب يلعب، ده المفروض، ده المفروض الفقاعه بتاعتنا ده. لا ما هو مساك كويس جدا، ما بقاش يعني الموسم ده. لا سنتر باك كويس جدا، سنتر باك ما يلعبش نص ملعب. انت دلوقتي بقى انا بشوف كل ماتشات ريال مدريد ببقى هتجلط لسبب واحد. انت عندك كل حاجه جامده قوي بس لوحدها. وخد بالك في مشكله في ريال مدريد، لو انت خدت بالك ريال مدريد دايما اللعيبه الثلاثه اللي بالهجوم قدام اللي هم سواء فينيسيوس ولا رودريجو ولا امبابي، الثلاثه بيعشقوا ناحيه الشمال. في ماتش كده كانوا بيلعبوه في اول الدوري، الثلاثه كانوا في الشمال وسايبين الناحيه فاضيه خالص. لا وبلينجهام كمان بيروح يضم معاهم. فانت عندك الملعب مع ريال مدريد عامل كده بالظبط. بس انا بقول لك هي كل حاجه حلوه بس لوحدها. يعني انت الهجوم عندك جامد لوحده، نص الملعب عندك جامد لوحده، الدفاع عندك جامد لوحده، مع بعض انت مش عارف توصل الكوره من ورا لقدام. انتوا عندكم الحل والله. ايه الحل؟ عندكم حل فالفيردي. لا فالفيردي لا يلعب 6. لا يا راجل هيلعب 6 والله. فالفيردي ايه اللي يعرف والله انت عايز واحد يمسك نص الملعب. فالفيردي ما يعرفش يعمل ده، مش لا. بتاعته ما يعرفش يعملها. لا ليه مش بتاعته. اديله فرصه يلعب معاك 6. انت عايز واحد زي توني كروز يعرف يمسك الملعب. ما ماشي فالفيردي ما يعرفش يعملها. انت مش لاقي حد في كواليتي في العالم كله دلوقتي زي توني كروز. الوحيد اللي كان كويس جدا بس مات ثبات واحد بس يلعب مركزه لكن كويس ومات في تشيلسي. كايسيدو ده كان اعلى بالنسبه لي 6 في العالم، واد لعيب مش حل كويس بس راح تشيلسي طبعا مات. ماشي بس انت برضو هي الفكره فالفيردي هو احسن واحد يعرف يمسك الكوره، ما يعرفش يستلم ويباصي الباصات بتاعت توني كروز. مش لازم يباصي باصات توني كروز، بس على الاقل يبقى في حد في قلب الملعب يعرف يطلع بالكوره، يعرف يستلم وظهره للملعب. الحاجات دي كلها وبعد ما يستلم هيعمل ايه؟ يستلم ظهره للملعب، يعرف يوجه وش الناحيه الثانيه، يلعب يوسع عليه على اليمين على الشمال. لا بدائي كلام باي حد يعرف يعمل كده. ما هو انت مش هتجيب حد، بس هي دي الفكره ان انت عندك نص الملعب، انت ما تعرفش توصل الكوره من ورا. طب مين في اوروبا كلها 6 ممكن يلعب غير مروان عطيه؟ غير مروان عطيه؟ لا مفيش. طالما جبت لي مروان عطيه مفيش. مروان عطيه لا هم كلهم. شوف حد تاني 6. في حد بس راح عليكم. في حد ايه؟ بس راح عليكم. بس راح علينا؟ كان هيفرق قوي رودري. من مين؟ ما احنا نجيب رودري المفروض. اوجارتي هايل. اللعيبه دي مش معنى ان هي تيجي ريال مدريد هتنجح. لا ليه عادي. ممكن يبقى كان متوقع ان فينيسيوس ينجح. فينيسيوس اول سنتين كان بس انا اقول لك لو انشيلوتي بدا يغير طريقه اللعب. اصل هو انشيلوتي ماشي بنظريه جامده قوي. احنا هنليسها اللي يعرف يعمل حاجه يعملها بالظبط. فلو غير يعني بقى في جمله واحده بس عارفين يعملوها ريال مدريد. بس اقول لك حاجه، انا بحب كوره ريال مدريد. ما فيش كوره. هو في كوره الموسم ده ما بيعملوش كوره. هقول لك انا الكوره اللي بتلعب في اوروبا دلوقتي، او خلينا لما نتكلم في انجلترا بجيب لك القصه دي. بس الكوره اللي بتعتمد اكتر على اللعيبه اللي عندها حلول انا بحبها. وبعدين في الخطه فين التكتيك؟ هو بقى لو يعرف يوظف فين الجمل؟ لو يعرف يوظف ده شويه في ان هو يعمل خطه. انت بتشوف ماتشات ريال مدريد، بتشوف جمله صراحه. لا مفيش. هو انت بس هو امبابي بيحارب بصراحه. الواد بيحارب دي يعني انت شغل مدرب فين؟ اللي هو انت بتدرب لعيبه جامده جدا اللي عنده حاجه يا باشا عنده 11 لعيب كلهم بيطلعوا بس خلاص. فانا بقى ايه يا باشا اتعامل. ايوه انا هعمل ايه بقى؟ مش فاهم. خناقه هي. انا مش فاهم انت عايز تخاف من مين يعني؟ بالظبط. خلاص انا كمدرب والله بدرب ريال مدريد، عندي اللعيبه دي انا مش هدرب. انا هحط الخطه انزلوا كلكم انتوا احسن لعيبه عندي انزلوا بس خلاص. انا هقعد اتفرج. مفيش ولا جمل. هو محرج يدربهم يعني، محرج يقول لهم جمل. بتفكرني بهيكتور كوبر لما كان بيدرب منتخب مصر، كان معتمد على فكره اللي هو ايه، هندافع. لا بس كان في خطه. اديك قلت اهو معتمد على خطه. احنا هندافع 10 تحت الكوره وندي لصلاح ارمي على اليمين خطه. ما دي خطه جدا. رجعت الكوره في مصر 10 سنين بس دي خطه. انت عندك بقى انشيلوتي مفيش خطه. نعمل بقى شويه عن انشيلوتي وهننزل فليك. خلينا نروح لاتلتيكو مدريد. هل هي هتعمل حاجه الموسم ده؟ لا. ما هقول لا. طب هقول لا. هي عندها لعيبه حلوه الفاريز وكاليجيرو ومش عارف وجاب شويه لعيبه جدا. هتعمل حاجه؟ ما هقول لك حاجه. قول لي. اتلتيكو مدريد ده دلوقتي هو ده الوقت اللي انت محتاج تمشي فيه دييجو سيميوني. بقاله كتير جدا طريقه اللعب لسه زي ما هي ما اتغيرتش. اوقات بيغير من طريقه اللعب. السنه اللي فاتت بيلعب كره هجوميه شويه بس برضو دييجو سيميوني بيلعب بره الملعب اكتر من جوه الملعب. التصريحات والنكش والحاجات دي كلها ده دييجو سيميوني. انا شايف انه ما عندوش حاجه جديده يقدمها. خلاص مش هتعمل حاجه. خلاص انت محتاج تشوف بقى مدير فني تاني. يعني واحد زي دي سيربي مثلا، واحد زي ده ممكن يلعب مع اتلتيكو مدريد، يعمل لهم ابديت. ممكن جرام بوتر عندهم لعيبه. لا بس جرام بوتر مدربين انجليز ما بيروحوش قوي بس هيعمل شغل هناك ومعاه لعيبه كويسه جدا. في لعيبه كتير جدا، في مدربين كتير جدا كويسين. يعني اتلتيكو مدريد مش هتعمل حاجه. لا ما اظنش. فاهم منافسه بين برشلونه وريال مدريد. لو ريال مدريد ظبط حاله شويه انشيلوتي يشتغل شويه ممكن. لا اظن جيرونا السنه دي ممكن تاخد مركز ثالث كمان. جيرونا
لا 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 عيب على اتلتيكو، عندها لعيبه مشروع، عندهم مشروع حلو جدا. طيب سريعا نخش على الكالتشيو. ماشي قلبي. الترتيب عندنا مين؟ نابولي انتر. كنت مستغرب نابولي دي والله. من نابولي انتر يوفي انتر يوفي اودينيزي. بص بقى اودينيزي كانت متصدره على فكره، ما انا هقول لحد من اسبوعين. سيبك بس من اودينيزي، هو كده اسف اول انتر كان متصدر في اول. بص يا سيدي، انت عارف ده يدل على ايه؟ ده يدل ان مستوى الفرق الدوري الايطالي كلها دلوقتي مفيش اختلاف. بص يوفي السنه دي دوري ايطالي بتاعها وش رسمي. ما انا قلت كده فعلا. ليه بقى؟ تياجو موتا الراجل ده موتا حلو. الراجل ده طريقه لعبه عبقريه، طريقه لعبه حقيقي عبقريه. السنه فاتت مع بولونيا كان عامل حقيقي. الراجل ده ليه خطه لعب بيقول لك عليها 2 7 ده حاجه كده. ايوه فاهم قصدي؟ الراجل بيلعب بطريقه اللي هو انا مش مقسم ملعب بالعرض، ما احنا بنلعب بالعرض مش بالطول. اللي هو ايه، انا في 2 عندي، واحد جناح واحد هنا باك رايت، والثاني نفس الفكره جناح وباك رايت، والجون بيشارك في الهجمه مع اللعيبه، فاللعيبه بتعمل صفين. لا بس هو مش هيعرف يعمل كده من اول موسم ليه. ده هيعرف يعني، مش هيعرف يخلي اليوفي الفريق المرعب. لا لسه عنده لعيبه كويسه، بس هو ياخد الدوري. والواد فلاوفيتش بصراحه عامل السنه دي انفجاره طبيعيه مش طبيعيه. انا كان نفسي يجيب زيركسي معاه. شفت زيركسي بتاع مانشستر يونايتد ده جامد قوي. استنى كنت اشوفه بقى مع اليوفي. ايوه الواد جامد جدا، بس هو بوحه الصباح بيدربه لما نروح هناك. بس احنا زي بعض في دي. اليوفي اللي هياخد الدوري. الانتر هتحنكش من بعيد لبعيد. نابولي هتقع. لا الانتر هتكمل. انتر ممكن تكمل، هتحنكش هتنافس من بعيد. الانتر ان هم عندهم دوري في اوروبا، ودوري في اوروبا عملوا مشاكل ان ضغط المباريات عندهم كتير، وما عندهمش سكواد برضه تقيل قوي في حته الدفاع كمان. يعني عندهم باستوني اكتر، واتشيربي كمان عنده 37 سنه، سنه كبير. باستوني صغير بس عندهم باكين جامدين قوي. دي ماركو دومفريز. دي ماركو هايل جدا، دومفريز جامد جدا. عندهم بنجامين بافار. دي ماركو فظيع. بافار من ساعه ما مشي من البايرن هو ايه مش شايف قدامه. هم هينافسوا بس الاولويه لليوفي. سيميوني كورته حلو قوي قوي قوي. بس نابولي مش معانا، هي متصدره بس مش معانا. نابولي مش هتكمل. طيب سريعا بقى بوندسليجا عشان مبسوط قوي بمرموش. انا مين المركز اول؟ بايرن. مركز ثاني هي فرانكفورت. مركز ثالث لا مركز ثاني لايبزيج. مركز ثالث فرانكفورت. رابع فرايبورغ رابع فرايبورغ. بعدها ليفركوزن. بس انا هقول لك هي انت رحت فرانكفورت بينها وبين البايرن شاف نقطه ولا نقطتين حاجه كده يعني. هو فرانكفورت مش تاخد دوري، مش هتاخد مش هتاخد المركز الثاني. بس ان هي واصله لحد دلوقتي مرموش هو الهداف، المركز الثاني بنفس النقط مع المركز الثاني بنفس النقط مع الثاني. فانت برضه بتتكلم ان هي فرقه قويه. مرموش وتعادلوا مع بايرن يعني مش. ايوه فاهمك اكيد. وخد بالك انا بايرن هنجي عشان انا بشجع بايرن. بس ليه ما تاخدش الدوري؟ حد كان متخيل ان ليفركوزن هتاخد الدوري السنه اللي فاتت؟ ما فيش سكواد قوي عندهم. هو كان في سكواد عند ليفركوزن؟ لا كان عندهم لعيبه. مين؟ بيضاويه يعني. كنت تعرف مين قبل الموسم اللي يعني فيرتس؟ انا كنت عارف فيرتس، عارف جريمالدو، عارف. لا ما كانوش معروفين. فاهم قصدي؟ عايز اقول انا بسمع فاش في جرانيت تشاكا عنده كام لعيب يعني، بس ما كانوش يعني فاهمك. بس خد بالك هقول لك حاجه. فرانكفورت الفرقه كلها بشكل عام طريقه لعبها معتمده ان انا بستقبل اللعب وبلعب على الهجمات المرتده والشكل السريع. فرانكفورت طول الماتش اصلا مع بايرن ميونخ ما هاجموش غير 3 هجمات 4 هجمات، منهم هجمتين في اول الماتش لما مرموش جابها جون، والثاني نفس الفكره. مظبوط. هم ما هاجموش كتير زي ما انت متخيل يعني. لا هو عشان بايرن عنده 2 قلوب دفاع ما شاء الله عليهم ملط. انت بافاري. بس كامباني يعمل معاكم شغل حلو جدا بجد. بس هو عنده 2 انا كنتش متخيل ده بصراحه خالص. بس خد بالك احنا عندنا اوليزي فارق معاكم قوي. اوليزي جامد، وجنابري على غير المعتاد السنه دي يعني. ثاني ماشي خلاص، ثاني هيمشي من البايرن الحمد لله يعني. ربنا يكرمنا ان شاء الله. برشلونه كومان ما بياخدش فرصه، مع اني شايف ان كومان ده لعيب اساسي جدا يعني، لعيب كويس برضه. طبعا بس هو الدوري للبايرن. هو الدوري للبايرن. بس هقول لك حاجه، بص عمر مرموش، خلينا نتكلم عن عمر مرموش يعني بالذات. يعني عمر مرموش اللي وصل له دلوقتي ده وصل له بعد معاناه، لان هو من بره في اوروبا من هو عنده 16 سنه. من ساعه ما مشي من وادي دجله ومشي من فولفسبورج ونزل فرق درجه ثانيه ورجع ثانيه في فولفسبورج. موضوع صعب يعني، موضوع صعب. ومشي من فولفسبورج ببلاش، راح الشوتجارت بعد كده. فالموضوع مش سهل. تعب، هو تعب جدا عشان يوصل اللي هو فيه ده. وفي نفس الوقت بقى عندنا طبعا ناس زي يعني جياسين، زي او هجاسين اللي هم زي موجودين زي اسمه ايه، رضا عبعال، وبيتكلم عن اللي هو لا قال لك ده فنكوش لا هو من اول مصطفى شلب احسن منه طبعا. فاهم قصدي؟ طبعا. يعني انا عايز اقول ان بصراحه انا يعني شابوه جدا لمرموش. لا ان هو يجي البايرن ان شاء الله، عشان احنا خلاص هنمشي السنه يجي البايرن، ننور البايرن باذن الله. يبقى فخر العرب الحقيقي الثاني، وربنا يكرمه ان شاء الله. لا بس هو مرموش فعلا. انا نفسي بقى الدوري يخلص وهو هداف البوندسليجا يعني. سيدي ياخدها، بس يعني انا نفسي ناخد بطوله من بعد ما هاري كين جه البايرن
يعني عايز اخد بطوله. لا هتاخد الدوري يعني انا نفسي هتاخد والله، انا نفسي. ما النحس هيتفك الموسم ده. لازم كاس او دوري. بص اقول لك حاجه، البايرن بتاع اصل بايرن يقعد سنتين ما ياخدش كاس او دوري، دي مش طبيعي. البايرن بتاع كوره حلو قوي بصراحه. هو مشكله البايرن اكبر متمركزه في 2 قلوب الدفاع. نسيت اسمه هيونج مين ولا اسمه ايه؟ كيم من زفت على سنين السوداء اللي خسرنا ماتش ريال مدريد، هو اللي خسرنا ماتش ريال مدريد. فاهم قصدي؟ ايوه لما طلعوا ساب فينيسيوس كنا بنتفرج علينا وانت. بس كده احنا اتقال عليكم. هو كده احنا ده اخر كام سنه ما كده اتقال عليكم. بس انا من زمان كده انت فاكر نفسك بريال مدريد؟ انت تقيل على اي حد، تقيل على برشلونه ماشي، تقيل على مانشستر، تقيل على لندن ما عدا استون فيلا، معلش شدتكم عليكم. تقيل على فرق دوري انجليزي كلها، بس مش على الماتش بتاع استون فيلا ده احنا مضيعين كميه جوان ما بتكسبوا ارسنال، بتكسبوا اي حد بيجي في طريقه دوري انجليزي، بس استون فيلا يجي الفرق اللي هي اللي مالهاش في الدوري دي على وسطها. ماشي بس لا يعني ان شاء الله كده خلاص احنا اتفقنا بايرن ياخد دوري، بس مرموش ياخد الهداف علشان يروح ليفربول. بص هو مرموش لو كمل لحد بعد يناير ممكن ياخد الهداف الدوري، ممكن ياخد الهداف الدوري، مع ان يعني البايرن كمان كين البايرن بتجيب يعني في ماتشات البايرن بتجيب 7 و9 كين تقيل قوي، ونسيت صراحه وفار قوي يعني. ماشي بس طيب كده احنا اتكلمنا كالتشيو بوندسليجا، اتكلمنا كله، نخش بقى على الدوري الانجليزي. ماشي توب فور ليفربول مركز اول، وعلى غير العاده بقى لي كتير قوي ما قلتش اي حد متصدر غير السيتي. يعني انا تعبت، انا اتخنقت من السيتي، فليفربول متصدر، الثاني والثالث زي بعض السيتي وارسنال، والرابع تشيلسي، ودي حاجه كويسه جدا. انا يعني انا مستني تشيلسي يعمل حاجه، ملايين ومليارات بيصرفوها، سكواد قوي جدا كول بالمر، هو كول بالمر بقى سكواد كله جامد، فكان لازم يعملوا حاجه. بالظبط قول لي توقعاتك كده، شايف هل مش هقول لك طبعا مين ياخد دوري، بس شايف الليفر هتستمر في الصداره كتير؟ بص هقول لك حاجه، ليفربول مشكلتها ضامن ارني سلوت؟ انا ضامن ارني سلوت. اما شفته في الفرقه اللي كان بيدرب ايندهوفن، كان بيدرب ايندهوفن تقريبا، ايندهوفن شفت ماتشاته مع ايندهوفن. لا ارني سلوت عنده استراتيجيه واضحه بيفضل مستمر عليها، طريقته زي طريقه بالظبط تيرين كلوب. الميزه اللي هيخدم ارني سلوت السنه دي هو الخناقه والعركه اللي بين السيتي وارسنال. المشكله العركه اللي بينهم، عركه بين ارتيتا وبين جوارديولا، والخناقه اللي بينهم هما الاثنين في الماتشات، وده بيوقع نقط وده بيوقع نقط. وليفربول مستمر لسه، هو بيكسب، حتى لو بيكسب 1-0 بشق الانفس والكلام ده كله. بس السيتي مش هتاخد دوري. لا السيتي مش هتاخد دوري السنه دي. ليه؟ لان ظهر لها السنه دي منافسين، مش نفس واحد بس، وجهه نظري يعني. لا هو سبب هو سبب رودري. لا ببص لك رودري والله السيتي ما بيفرق معاه. لا والله ما بيفرق معاه، رودري ما بيخسرش. بص ما هو رودري في الملعب يا سيدي ما بتخسرش. شك مع الارقام دي، هو في ميزه في جوارديولا بيعرف يلاقي حلول. ما فيش حد هيعوض رودري، ما فيش. اوكي بس هو ممكن يغير طريقه اللعب كلها على فكره عشان رودري. ماشي هو ممكن يلعب 4-3-3. شوف بقى عقبال ما يعمل ده يضيع كام نقطه. هو بقى مشكله، دي بقى مشكله. بص الفكره ان الدوري محتاج دايما نفس طويل، والسيتي دايما عنده البديل اللي بره، بديل على نفس المستوى. مفيش يعني بقى عنده، راح جاب دوكو. لا سيبك من رودري، مش بتكلم على رودري دلوقتي، بتكلم حتى على المستوى الهجومي. عنده رودري، قصدي عنده سافيو، بعد ما كان عنده دوكو جاب سافيو عليه، عنده جريليتش، ان شاء الله الجناحات كلها مكسوره، عنده كميه اجنحه كلها تعبانه. هم تعبانين، انت شوف دلوقتي تعبانين، بس في اخر السيزون بيطلعوا نار من بوق. ماشي بس وعنده واحد يعني بياكل بني ادمين. 70% 80% السيتي مش هتاخد دوري بسبب رودري. انت عارف ان مدينه مانشستر دي مدينه زراعيه، فلاحين يعني، فاهم قصدي؟ الواد هالاند تقريبا بيروح ياخد بعضه هناك، يروح اي فدان ارض يروح ياكل الجزر اللي فيه كله، الخيار اللي فيه كله يجي. لا هالاند فظيع. هو الواد سفاح. هو هالاند اللي ماسك شويه. دي بروين قام لسه واقف على رجليه، دي بروين برضه لسه هو ده خلاص هيروح النصر. اوامر من كريستيانو رونالدو، اوامر عليا، هاتولي دي بروينا يا راجل. يا راجل خلاص هو هيسيب السيتي بالدوري ده اوروبا. هو يطول ده، راح يلعب مع كريستيانو. هنهزر ولا ايه؟ شوف في ثوابت ما تعديهاش والله عشان نفضل. بيقول لك راح يلعب مع كريستيانو، يا سيدي دوري انجليزي، دوري ابطال اوروبا. كريستيانو ده لو هيروح يلعب معاه في الدوري الانجولي كريستيانو، مش هيفضل ثوابت ما تعديهاش. الحياه بص تخلص تفضل بنفسك كريستيانو بالظبط. كريستيانو كبار الحمدنا. انا مش عايز بصراحه. شفت بروين بيلعب في الدوري السعودي، انا شايفه لا عادي، انا اشوفه يلعب مع كريستيانو. لا هو كبر شويه. لا ما طيب. مش قوي. ارسنال. طب لو شلنا السيتي من لا ده انا عايز اقول لك ان ليفربول الشهر ده 11 ده عنده ماتشات صعبه جدا ومعهوش اليسون بيكر. طيب لو شلنا السيتي من القصه، مين يكسب، ليفربول ولا ارسنال؟ بص هو انا شويه هميل. قول اسم فرقه. ما هقول لك. قول اسم فرقه. ارسنال. صح. هقول لك لان الاستمراريه بتفرق برضه.
مشكله ارسنال الوحيده ان هم ما عندهمش مهاجم. انا شايف ان ده ضد ارتيتا بقى انه ياخد الدوري. ما هو ده خلاص ماشي، بس هو بقول لك اهو مشكله ارسنال الوحيده ان هم ما عندهمش مهاجم خالص. لا ليه؟ مش حربه كاي هافرتز. لا ما مش كاي هافرتز اللي يقدر يتنافس. كاي هافرتز جامد. لا مش عارف بقى على فكره هو اصلا ارتيتا اعاد اكتشافه في مركز المهاجم. ماشي هو بيلعب ما بيلعبش مهاجم قوي يعني، كل حته والله. هو مشكله الفكره في هافرتز. بس انا على فكره من الناس المقتنعين بكاي هافرتز جدا، وانا يعني شايف ان هو لعيب تقيل. من هو لما كان في الوابز. وبعد كده ما هو البديل بتاعه خيسوس. لا 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 لا, لا. حنكشه بس لعيب كويس. كهربا ده كهربا بتاع والله كهربا بتاع ارسنال. لا بس على الاقل خيسوس لسه رفيع يا سيدي. لا كهربا شاورما عنده صحه كبر، انا مش شارك معاه في الصفقه بتاعتي. بس فالفكره كلها ان هو لا ارسنال ممكن تاخد دوري السنه ده في حاله ان ليفربول طب وتشيلسي؟ تشيلسي عامله اداء هايل السنه دي، وممكن تقفش المركز الرابع السنه دي. ممكن تقفش المركز الرابع. انا على فكره ممكن هي مش هتنافس على الدوري لسبب واحد. ان انت عندك لما كل بارمر بيبقى واقع خلاص كده الماتش راح منكم. هم لو معاهم يعني راس حرب عليه القيمه غير جاكسون ده اللي بيشتغل ماتشين. لا بس على فكره الماتش اللي بيشتغله بيبقى موت. الماتش اللي بيبقى مش في حالته خلاص بقى بيكتب انسى يعني مودست معانا في قدام ما بيجيبش اي كوره. وبالمر الماتش اللي فات اللي تعادلوا فيه اخر ماتش ده بالمر ما كانش يعني كان كويس، بس يعني مش اللي هو بتاع الماتش اللي جاب في 4 خلاص مفيش. تشيلسي ده التحول اللي حصل في شخصيته من ساعه ما مشي من ما اعرفش ازاي جوارديولا قدر يسيبه. ما اعرفش، هو كان فاكر ان هو هيلبس سيتي مقلب، بس هم الواد كان باين عليه ان هو حلو. خدوا كوفازيتش، قال له خد كوفازيتش وهات بالمر. او كوفازيتش ده برضه كان جامد قوي مع ريال مدريد. لا كان جامد قوي مع تشيلسي. بس تشيلسي كلها كانت وحشه. تشيلسي كونتي كان عامل معاهم اداء حلو قوي يعني قوي. بص تشيلسي هتعمل اداء حلو وممكن تاخد مركز ربع السنه دي عادي، فاهمني؟ اللي مش هتشم حاجه مانشستر يونايتد مع الله قرعتين هيك. ده الراجل ده منفصل عن الواقع، ده مش عايش في هنا معانا. انا عايز بقى اكلمك عن مانشستر يونايتد عشان عن البلالين اللي بوحه الصباح. قول لي قبل ما نبدا عن اي حاجه، ايه رايك في برونو فرنانديز؟ لا معلش بالونه، سيبني انا اسميه برونو اوفر ريتد. بالونه فرنانديز اسمه رباعي. انا مش كان في ناس برونو فرنانديز ده بتقارنه ان هو ايه، هو في من ابو تريكه بس ابجريد اعلى. في من ابو تريكه فاهم قصدي؟ برونو فرنانديز ده انت لو جبت يعني بص رباط جزمه ابو تريكه ما يجيبش الشنكار بتاع ابو تريكه. بص برونو فرنانديز مشكلته ان هو عايز يسبق مكانه، يعني عايز يعني هو مكانته في حته معينه. انت كاتيجري بي مش ايه كروس يعني. انت فاهم قصدي؟ انت ولا ايه ولا ايه كروس، انت بي. ليه بتعامل نفسك ان انت كاتيجري ايه؟ بيقارن نفسه بكريستيانو يا بيه. ازاي يا بيه؟ باي منطق باي عقل؟ مش فاهم. ده زرت كروي. مش فاهم يعني تقارن نفسك بكريستيانو وفاكر نفسك ان انت في نفس الليفل بتاع كريستيانو؟ مش فاهم ده بقى يعني ده هو. بس بص اقول لك على حاجه، بان الموسم ده اتفضح الموسم ده ان هو لما بقى معاه شويه لعيبه حلوه اتفضح. تخيل معاه دي ليخت ياخده من باير، واخد مزراوي، عنده مالاسيا، واخد معاه مارتينيز، معاه اونانا على فكره رغم ان هو بيخش فيهم كتير بس بيشيلهم اكتر من كده بكتير. جاب اوجارتي اللي كل الناس بتتخانق عليه، ومعاه طبعا اريكسن، ومعاه برونو بالونه فرنانديز، وجاب زيريكسي، ومعاه زيريكسي وهويلاند. عارف البالونه اللي في مانشستر يونايتد بجد هو مين؟ بالونه في مانشستر يونايتد ما تقولش ماجواير. ماركوس راشفورد. بص انا اكبر بالونه في تاريخ. طب استنى بقول لك على حاجه. ماركوس راشفورد لو راح فرقه ثانيه هينفجر. لو راح فرقه في نص الجدول. لا لازم يمشي في نص الجدول بقى. هو لازم يمشي. هو يلعب مثلا ايه في برايتون، ده برايتون دي عليه كمان يعني ولفرهامبتون. لا هو لازم يمشي بجد. هيبقى لاعب كويس. هو ملوش فيه. يمشي يروح اليوفي، يروح الانتر. الناس بتتعامل معاه ان هو ناشئ، فاكراه ناشئ. محمد هاني والله ده لا هو كبر. ده يا جماعه ده ايه ده لا بس انا اقول لك على حاجه، هو خلاص بوحه الصباح تين هاج ما بيهيكش خالص. بقى هو جاب كل اللعيبه اللي عايزها. جاب تقريبا فرقه اكس، جابها يعني فرقه جابها خلاص. جاب اكس كان نايس تاديتش وحكيم زياش بس خلاص هو فهو جاب اكس كلها وجاب لعيبه كمان تقيله وجاب لعيبه جامده جدا ومفيش. فهو خلاص لازم يمشي. هو تين هاج لو مانشستر يونايتد عايز تعمل حاجه، لا هي عندها تيم كويس جدا. لو مانشستر يونايتد عايز تعمل حاجه تمشي تين هاج. لا تين هاج فعلا سيء جدا هو بره المنافسه السنه دي. ولا هو حتى كمان ملوش شكل خططي في الملعب خالص. ملوش اي اللي بينقذه اوقات واحد زي هاري ماجواير. يعني ايه 7 جولات يجي فيهم 8 نقط بس؟ يعني ايه؟ فهو مش بره منافسه على الصداره، هو بره منافسه توب فور عموما. ده هي الصداره ايه؟ ما فيش صداره. هم التوب فور دول هم اللي يفضلوا توب فور. هو بيلعب في الدوري الاوروبي صح كده؟
بيلعب في دوري اوروبي. هيخرج بدري هيخرج. انت عندك التوب فور دلوقتي اللي هو ليفربول ارسنال والسيتي وتشيلسي، هم دول اللي هيفضلوا توب فور. مفيش غيرهم. اللي هداء تشيلسي شويه، استون فيلا المركز الخامس، بريتو رخمه ماشي، بس هم دول هيفضلوا توب فور. هم دول هيفضلوا توب فور. قول لي رايك في سام مرسي. سام مرسي مع اي بي سويتش تاون. انا مش عارف ليه حسام حسن ما بياخدوش والله، بما ان جبنا سام مرسي يعني. والله سام مرسي ده انا بشوف ان هو من اول لما كان حتى ما كفايه ان هو قائد لفريقه. انا مش قادر استوعب ازاي اصلا الدوري الانجليزي لما كان حتى بياخدوه في المنتخب ايام كوبر. انا مش قادر استوعب ازاي واحد زي سام مرسي ده كان بيقعد دكه وطارق حامد. انا بجد مش قادر افهم يعني، فاهم قصدي؟ سام مرسي كان طارق حامد ساعتها انا مكسوف اقول في الفورمه عشان هو فورمه ايه يا سيدي؟ فورمه ايه؟ كان شغال مصارع يعني. هو كان بقى بدور رجليه بس انا اقول لك هو كان ساعتها كويس يعني. كان طارق حامد ساعتها كويس يا سيدي ماشي، هو كان كويس، بس انا بقول لك يعني سام مرسي مع ابسويتش تاون السنه دي، يعني انا شايف ان هو فارق معاهم جدا، بيلعب كل ماتشات 90 دقيقه، دايما مشارك في طريقه اللعب. يعني انا بشوف ان هو، شوف النني لما راح ارسنال قعد سنين كتير في ارسنال ما عملش حاجه. اللي بيعملوا في الكام جوله اللي عملهم سام مرسي احسن بتاريخ محمد النني مع ارسنال والله حقيقي. ما هو ما قالوش تاريخ النني مع ارسنال، ما لعبش. هو جول جابه في برشلونه بس، اللي جابه بس مفيش غيره بس. طيب يعني احنا كده متفقين ان المنافسه هتبقى على الصداره السنه دي ما بين ارسنال وارسنال. كده السيتي موجوده، بس يعني اللي هياخد الدوري واحد منهم هم ليفربول وارسنال. وانا بشوف ان ارسنال يعني لو ما قدرتش خلاص السنه دي والتوب فور هم هيفضلوا توب فور. هو تشيلسي ممكن يخش مع توتنهام شويه، استون فيلا شويه. لا توتنهام دلوقتي في المركز التاسع عادي. هتشد بوستكوجلو. لا هتشد معاه شويه لعيبه بتيجي ترجع تاني تشد. ماشي. طيب متابع دوريات ثانيه؟ دوري السعودي. انت بتحب الدوري السعودي انا عارف. انا طبعا كريستيانو بس انا بحب الهلال. لا انا بتكلم عن الدوريات الاوروبيه كلها فيها اكتساح. يعني مثلا انت عندك الدوري بسريعا كده هقول لك الدوري البرتغالي بسبورتنج لشبونه ما خسرش ولا ماتش اصلا، 8 جولات 8 فوز. طب ده جامد ده. الدوري الهولندي بيس فان دوفن لعبت 8 جولات كسبت 7 اتعادلت 1 وده مش عادي انها بتتعادل، بتكسب كل حاجه. الدوري التركي انا متابعه، انا بحبه. لا جلطة سراي ما تخسرش اصلا، ما بتتحركش، ما بتتلزقش. جايبين اوسيمين تقريبا عندهم، جابوا زميل عندهم كتيبه، عايزين يجيبوا ديبالا. دول عندهم كتيبه. ايه يا عم؟ وفنربخشة بقى المفروض ان هي بتنافس. دلوقتي فنربخشة في المركز الخامس اصلا. لا بس حلو. جلطة سراي الدوريات الثانيه فيها اكتساح. حلو اكتساح يعني حلو ده قوي. فانا بحب اتابع كده. الدوري السعودي بالمره بقول الدوري السعودي للاسف في اكتساح برضو. يعني انا مش عارف جماهير الهلال دي عايزه ايه، ما بيزودوش من المكسب زي الاهلي زي ريال مدريد. انت اهلاوي ومدريدي. معلش يعني الاهلي في حته والهلال في حته. بص يا مستر، الاهلي يعني الهلال هيفضل جامد طالما بعيد على الاهلي. يعني لو معاه مين اول ما هيلاعب الاهلي احنا عارفين بنعمل فيهم ايه. بس الهلال فرقه تقيله عندهم لعيبه كويسه جدا، بس قول مش على الاهلي. لا الاهلي مين؟ مش كده الاهلي يعني لو معاهم 5 من نيمار الاهلي في حته. مش عايز اقول حاجات عشان بس احنا لا يعني وصل المعلومه بطريقه بسيطه. الاهلي يعني دراعه في اي حد دراعه هو الشيء دراعه. ماشي. شرق اوسط وافريقيا الاهلي الهلال جامد قوي التيشيرت نفسه مرعب. الهلال جامد قوي، بس يعني طالما ما بعيد عن الاهلي. بص الهلال فرقه جامده جدا، واي فرقه هتيجي تلعب الاهلي هتنكش مع الاهلي في حاجه. العين احنا عايزين نتكلم عن ماتش العين والاهلي لوحده. اسمه ايه دوت سفيان الرحيمي بيقول لك احنا هنكسب اي حد وهنحط على اي حد ومستنيه الاهلي وهنجي لكم ارضكم. عينينا احلى 4 انت بتنكشنا واحنا بنحب اللي ينكشنا قوي يعني. لا في عيال 2 شباب اماراتيين كده واللطاف يعني حبايبنا ما تزعلوش مننا يعني، طالعين مع بعض في التلفزيون على التيك توك حاجه كده بنقول الكلمه الاهلي يجلد مش عارف ايه، هنكسب الاهلي يجلد ناخدكم. لا طعميه ما بيتعلموش. طب ما اتعلمتوش من الهلال؟ مش عارف. ما اتعلمتوش من الاتحاد؟ طيب يا جدعان ايه والله العظيم ايه ده هلال والاتحاد وحتى اي ادخل. لا احنا لازم نعمل حلقه لوحدها للانتر كونتيننتال. الاهلي بالظبط لازم لان خلاص بقى اي حد بيندبنا. دلوقتي قناه الزمالك بتقول لك احنا عايزين نلاعب سيراميكا، عايزين نلاعب الاهلي علشان سيراميكا هتبقى اصعب علينا والله. امال دلوقتي الزمالك بقى عاوز يلاعب الاهلي عشان محدش يجي يعيط يقول لك الاهلي بيكسب بالحكام. محدش يجي يعيط. انت حرين. انت مش نكشت الاهلي. استحمل الاهلي. حضر العفريت. اصرفوا بقى انت عاوز تلاعب الاهلي ومش عايز تلعب سيراميكا كليوباترا عشان الاهلي اسهل من سيراميكا. زروطت. سريعا كده نخش على دوري الابطال. ماشي. قطبين الكره العالميه برشلونه والمدريد عارف في المركز الكام؟
افاجئك برشلونه الريال مدريد في 9 تقريبا. لا يا راجل ده انت كارمهم. ايه ال 17 وال 18 اما لما انت فاكر ايه 17 و 18 المراكز الاولى اللي هم كسبوا ماتشين. بريست، عندك بريست كسبت الماتشين. بريست مع مين بريست دي؟ ما اعرفش. هي فرقه بريست دي اللي احنا جبنا منها تقريبا ان احنا عدت الله على ما اعتقد. لا اشرف داري. المهم دي لعبه الماتشين وكسبت الماتشين. عندك تقريبا مش عارف مين تاني، بس يعني اكتر حاجه لفتت بايرن يا عم. فين بايرن مين؟ بايرن ميونخ. ما استون فيلا اللي كسبوكوا دول ايه؟ ماشي كسبين ماتشين وغلبنا ماتش يا ابني. هم انتوا لعبتوا ماتشين 2 بس يا راجل. ايوه ماشي كسبنا ماتش يعني وكسبتوا ماتش وخسرتوا ماتش. الحمد لله انتوا معانا تحت قوي. انتوا في قاع طيب بس انا هقول لك بعيد بقى عن الكلام ده، احنا كده عارفين ان اول 8 هيطلعوا اللي هم هيتأهلوا دور 16 على طول. برشلونه ريال مدريد البايرن منهم كده اكيد تمام. أكيد. السيتي منهم ماشي، مع ان السيتي تقريبا مش عارف تعدت ولا مش عارف. تعدت مع انتر وكسبت ماتش فكده بس برضه هي من الفرق دي. والانتر هتصعد. قول لي 8 كده، انت قدامي قول لي 8 كده. اقول لك 8 قول لي 8 مش هتبقى اكيد بس يعني توقع. ماشي. بايرن ريال مدريد برشلونه 3 السيتي مش عارف اقول لك ليفربول اللي انت شايف ارسنال ماشي دول ماشي. مين تاني؟ فاضل لي 2 لا دول بس اكيد. طيب انا بالنسبه لي ريال مدريد طبعا، بايرن ميونخ ليفربول ارسنال سيتي انتر باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند. باير ليفركوزن حلوه جدا جدا. مركزين جدا في دوري الابطال السنه دي. لا قصدي حلوه منك. حلوه هم مركزين في دوري الابطال السنه دي جدا عن الدوري. حتى هم مش مركزين في الدوري، ما بيحزقوش في ماتشات الدوري زي ما بيحزقوا. قول لي نص النهائي بقى بينه ومين المستوى الحالي؟ نص النهائي دوري الابطال قصدي ربع النهائي المربع. قول لي بالمستوى الحالي اديني 4 فرق بالمستوى الحالي. مش بالتاريخ والعراقه. بالمستوى الحالي. طب سيبني انا اقول بالمستوى الحالي. بالمستوى الحالي ممكن اقول لك ارسنال ليفربول ماشي. بايرن برشلونه. لا برشلونه هانز فليك ما اظنش. هانز فليك طرش والله. مش هيعرف. هو عنده اصابات كتير، مش هيعرف يسلك بين الاثنين. هتشوف. طب قول لي الرباعي. عايز اقول لك حاجه. قول لي الرباعي. انا بكلمك بالمستوى الحالي. ريال مدريد مش هياخد حاجه السنه دي خالص. طب بس كلمنا عادل. طب والله ما هتاخد حاجه. طب بس كلمني عادل عشان احنا دايما كل سنه ما تتعلموش يا سيدي. ما بتتعلموش. مش هتاخد حاجه السنه دي. ما بتتعلموش يا حبيبي. مش انا ما حطيتش ريال مدريد في الاربعه. هتلاقينا رافعين الكاس ذات الاذنين في الاخر عادي جدا. من غير لعيبه. ما نشوف. اسمي لوحده كفايه. ما نشوف. انا اسمي لوحدي كفايه. لوحده تيشيرت ريال مدريد لوحده بيخوف. طب قول لي الاربعه بتوعك. هيبقى بالمستوى الحالي ارسنال ليفربول ماشي 2 زي ما انا قلت. بايرن ميونخ 3 زي ما انا قلت. الرابع عندك مين؟ الرابع على ما اظن يعني ممكن انتر ميلان. يعني انت راح ولا برشلونه ولا ريال مدريد؟ انتر ميلان سيميوني مركز برضه في دوري اوروبا، بيلعب كوره حلوه جدا. اللي لعب السيتي بالمنظر ده في ملعب الاتحاد والسيتي فول تيم. لا ده يبقى عادي. لا السيتي كانت تعبانه. لا يا راجل لا. يا تعبانه ايه يا راجل؟ تعبانه ايه؟ ترك في كوره الشرب اللي عنده 37 سنه. في كوره جوارديولا. كرة يد. مش كرة جوارديولا دي كرة يد. انقل الكرة من يمين. انا كنت بتفرج على ماتش الارسنال. لا انا عايز اكمل بقى. طب ما هي نفس النقطه. كنت بتفرج على ماتش الارسنال لما جابوا الشوط الثاني السيتي كانت عايزه تجيب جول وتعادل. انا بتفرج 45 دقيقه منهم تقريبا 42 دقيقه 43 دقيقه حرفيا هو اللي انت بتقوله ده. الكرة من اليمين اللي في النص للشمال، من الشمال اللي في النص لليمين. هي جريتش يلعبها جريتش. ايا كان مين مش مهم مين. مش مهم يا جدعان. رايح جار. ايه يا جدعان؟ انا اتخنقت ومليت من ايه ده؟ وزهق اقسم بالله زهق. استحواذ على الكوره 105%. هو نعم بيستحوذ. الاستحواذ 105%. هو الاستحواذ بالنسبه له ان هو كده بيدافع كمان. انت بتتكلم في استحواذ، بتتكلم في بس بطريقه خلاص يعني. انا لو من جمهور السيتي ايه ده؟ ايه الملل ده؟ الطريقه دي بتبان دفاعيه كمان اكتر منها هجوميه، لان انت كنت طول ما يعني مش ده جوارديولا برشلونه. لا الكوره بقت ممله جدا. كرهت الكوره حقيقي. لا السيتي صعبه الفتره اللي فاتت دي. لا انا كرهت الكوره فعلا صعبه. انا زمان كنت بحب اتفرج على الكوره بالذات بتاعت يوفنتوس واي سي ميلان وانتر ميلان وبرشلونه. وجوارديولا برشلونه تيكي تاكا برضه كانت حلوه. كمان كانت حلوه. الفتره اللي كان فيها كوره فيها حلول فرديه. ولحد كمان السيتي من 3 سنين
ماشي بس يعني لا السنه دي صعب. لا انا بصراحه انا نفسي جوارديولا يعتزل التدريب بصراحه، مش عشان هو جامد، مش عشان هو جامد، مش عشان كده بس جامد. انا عشان انا كورته زهقت منه. بص انا مدريدي وبعشق السير اليكس فيرجسون، بعشق انشيلوتي، بعشق زيدان، بعشق، بس انا بالنسبه لي الاعظم في تاريخ التدريب جوارديولا. بيخترع ادوات تدريبيه بيوريها للعالم من عينه هو. يعني انت بالنسبه لك مين احسن مدير فني تاكتكس في العالم؟ تاكتكس جوارديولا. وش لا انا بالنسبه لي حد تاني. جوارديولا اللي اخترع المهاجم الوهمي. انا بالنسبه لي حد تاني. جوارديولا اللي طور التيكي تاكا. هسالك مين؟ جوارديولا اللي اخترع المهاجم الوهمي. ماشي. جوارديولا اللي اخترع التيكي تاكا. ماشي. جوارديولا اللي اخترع الظهير الوهمي. جوارديولا اللي اخترع دلوقتي الارتكاز الوهمي. جوارديولا اللي اخترع فكره بيلعب بخطه 3-4-2-1 جديده، او 2-4-1-2، حاجه كده غريبه. هو اللي اخترعها موسم. فهو جوارديولا اللي بيخترع حاجات الناس بتمشي عليها. مش هو اللي اخترعها، فكره المنتخب كان فادي. مين؟ اقول لك، اول واحد شفته بيلعب فكره ان نلعب باتنين بس مساكين وخلي الفرقه كلها 3 قدام، ده كان ناجلزمان. بس كان بيلعب باللعيبه بمراكزها، ده بيلعب بلعيبه وهميه. قال لك مركزها مش مركزها. يعني انت عندك مين الاثنين اللي بيلعبوا ارتكاز فين؟ في السيتي؟ بيلعب بكوفيزيتش اوقات. لا لما كله اساسي. ستونز ورودري مدافع عادي. حلو. انت بتلعب رامي ربيعه مع ديفندر عادي يعني. ما انت محسس ان هو مش ما تحطش الترش، ما تحطش الترش في الكنافه والنبي. بس رامي بقول لك ستونز ده تاكتكس. تقول لي رامي ربيعه هيمشي اصلا من سيتي. لا ستونز ده جامد قوي. فانت بتتكلم في ان، طب قول لي كده، انت مين المدرب؟ ناجلزمان ليه؟ عشان عمل ايه؟ هقول لك انا انت بتتكلم تاكتكس، سيبك عشان عمل ايه. ناجلزمان واحد من اكتر الناس اللي بشوفها بتعمل تغيير في شكل الفرقه جوه باللعيبه من غير ما يعمل تبديلات. ناجلزمان في الماتش ساعات بيلعب في ماتشات 4-1-4-1 نفس الماتش تيجي 3-3-4-3. ماشي، ده برضه ما يخليكش تقول ده الاعظم في التاريخ. لا بالنسبه لنا تاكتكس هو اكتر واحد عنده نوعيه وتغيير في شكل اللعب ممكن يعني في العالم دلوقتي، انما في التاريخ جوارديولا. لا مفيش تاريخ. جوارديولا بالنسبه لي في التاريخ جوارديولا مفيش حد. السير اليكس فيرجسون جامد جدا، مورينيو جامد، في انشيلوتي طبعا من اعظم في تاريخ دوري الابطال، بس زيدان جامد، انما جوارديولا يوهان كرويف جامد وناس جوارديولا في حته ثانيه. جوارديولا في حته ثانيه. هو جوارديولا. طيب احنا بقى ايه، اتكلمنا تقريبا عن كل الدوريات، دخلنا شويه في دوري الابطال. عايزين نعمل بقى حلقه مهمه جدا عن بدون مونتاج. بدون مونتاج نتفرج على برشلونه والبايرن. هنكسب برشلونه، اجهزوا يا كاتالونيين. انا كمدريدي للاسف هضطر ان انا اكون مع الراجل ده. طبعا لسببين. اول حاجه ان ده الخصم، ده العدو بتاع برشلونه. ثاني حاجه ان كاكا بيرن على قد الايد بنديله على عينه على طول. معلش يعني ده العادي يعني. تمام يا ابني، نقف في سكه بعض يا رب، نقف في سكه بعض. يا سلام، وانت بالمنظر ده كده يا سلام، ده العادي ان احنا ندي البايرن على عينينا. فاحنا عايزين بقى نعمل حلقه اسمها بدون مونتاج. نشوف بقى ايه بدون مونتاج، رد فعل على ماتش برشلونه وبايرن. معانا كمان ضيف تاني يبقى برشلوني عشان اسف عليه، يبقى برشلوني ان شاء الله يعني. ان شاء الله ما تقطعوش يعني. بس ماشي. لو لسه انت قول بقى، انت خلاص انت عرفت من خد الكاست لو انت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب وفعلت رنيت الجرس. اعمل لايك وسبسكرايب ورن الجرس جدا جدا. واستنى الخد الكاستات الثانيه وخد معانا عشان احنا كمان نبقى الموضوع ياخد وندي بشكل. ماشي. سلام. مع السلامه حبيبي. سلام.